ندى أسامة بتقول البريك ايفن بوينت ايه الفرق بينها وبين النت بروفيت؟ طيب بص يا ستي، هو يعني النت بروفيت مبدئيا هو حاجه بتحسب بالفلوس، يعني قيمه انا بشوف انا كسبت قد ايه، مش نقطه معينه، وبالفلوس مش بالوحدات. البريك ايفن عباره عن 5 انواع، تقريبا 4 منهم بيتحسبوا بالوحدات مش بالفلوس، ودي نقطة محددة، هي نقطة بيحصل عندها زيرو فاليو لحاجة معينة حسب نوعها وهتكلم عنهم. أول حاجة في البريك ايفن في حاجة اسمها بيزك بريك ايفن بوينت، اللي هي النقطة اللي أغلبنا متعارف عليها، يعني لما بيبدأ في عالم البيزنس ونتكلم إن هي أنا هبيع كام وحدة عشان أكون غطيت الانيشال انفستمنت بتاعي، الاستثمار اللي انا دفعته، زائد التكاليف اللي انا عمال ادفعها اثناء عمليه الانتاج او عمليه البيع. يعني مثال بسيط، انا حطيت 10000 جنيه وبكلف حاجه 30 جنيه وببيعها ب 50 جنيه. في الحاله دي لو عملنا الحسبه لازم ابيع 500 قطعه عشان اغطي المصاريف دي، يبقى انا في الحاله دي لا كسبت ولا خسرت من ناحيه الانفستمنت اللي انا حطيته، فانا كده قفلت. ده اول بريك ايفن بوينت. تاني بريك ايفن بوينت اسمها كاش بريك ايفن بوينت، او نقدر نقول بريك ايفن بوينت اكسبنسز. يعني ايه؟ انا بجنب بقى هنا الانفستمنت خالص، انا عايز اعرف امتى اثناء المشروع وانا شغال انا بدفع مرتبات وبدفع مواد خام وبدفع قطع غيار وبدفع تسويق، ابيع كام قطعه في الشهر عشان اكون كده بالعربي مكيت، يعني اللي انا دفعته زي اللي جالي اثناء الشهر، ما غطيتش اي حاجه من الانفستمنت، ولكن المشروع ماشي ومفيش اي مصاريف انا بحطها من جيبي. وفي الحاله دي اسمها الكاش بريك ايفن بوينت. ثالث نوع هو الفاينانشال بريك ايفن بوينت، وده بقى بيهتم بالفيكسد كوست وبيهتم بالانترست بتاعت القروض. لو انت واخد قرض لازم اشوف انت محتاج تبيع كام قطعه عشان تقدر تغطي الفيكسد كوستز اللي عندك زائد فايدة القروض اللي انت واخدها، وده بنسميه فاينانشال بريك ايفن بوينت. رابع نوع وده بقى الوحيد اللي بيتحسب في الفلوس اسمه كونتريبيوشن بريك ايفن بوينت. هنا انا لو عندي منتجات كتيرة ومش ببيع منتج واحد، طب كام قطعة من اي منتج؟ الموضوع هيبقى صعب جدا. في الحالة دي بنحولها فلوس، انا محتاج ابيع بكام فلوس عشان اكون مش خسران ولا كسبان، هي نقطة محددة زي ما اتفقنا، وبكام فلوس من اي منتج بقى، شوية من هنا على شوية من هنا على شوية من هنا، المهم بكام فلوس. ده الفرق بينه وبين الانواع التانية. خامس واخر نوع هو التارجت بريك ايفن بوينت. ده بقى حاجة بنحطها كده يعني عشان تعبر، لا انا مش عايز اوصل للنقطة اللي انا ما كسبتش ولا خسرت، لا انا عايز اوصل لنقطة معينة اكون كسبت قد التارجت اللي انا حاطه. فده بس التفصيله الصغيره اللي بتفرقها عن البيزك بريك ايفن بوينت او الفاينانشال بريك ايفن بوينت. لو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوا لنا في الكومنتات. لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه.